خروجه في الزمالك ببلاش. ده مش مجرد عنوان احنا بنقوله، ده واقع هتعيشه وهتشوفه بنفسك لو جيت هنا في متحف الخزف الإسلامي. حاجة كده ضرب من الخيال، جمال ملوش حدود. كل شبر وكل سنتي في قلب المكان انت هتنبهر بيه. يعني اي وقت معاك، انت هنا في الزمالك، شارع الشيخ المرصفي اقرب محطة مترو ليك هيبقى محطة مترو صفاء حجازي. 10 دقايق بالظبط هتلاقي نفسك انت هنا في المتحف، وده البوابة بتاعتك. خلاص اهي. بتيجي هنا تسجل بس بياناتك ببطاقتك، هنا مش بتدفع فلوس. هتخش بقى على المكان اللي ليه اكتر من 100 سنة. طيب القصر ده قصر الامير عمرو ابراهيم، ده ابن عم الملك فاروق. طبعا اول ما تخش تفاصيل كتير بقى احنا نحاول دلوقتي نشوفها ونتفرج عليها مع بعض. طيب اول حاجه بتخش هنا، بص البوابه حتى عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. بتخش، ده البهو الرئيسي اللي فيه بقى بيقابلك بقى حاجات كتير كتير كتير. اول حاجه النافوره، بص عامله ازاي، بص تفاصيلها. النافوره ديت بتاعه الامير عمرو ابراهيم صاحب القصر ده، اللي هو تحول فيما بعد الى متحف الخزف الاسلامي. ده برضو دفايه، بصوا حضراتكم، دفايه وبيانو. بصوا كمان من ضمن الجمال اللي موجود هنا الفيترين الكتير اللي موجوده من عصور مختلفه، بتحكي قصه يعني موضوع الخزف الاسلامي زمان كان شكله عامل ازاي. طيب اول ما تخش من البوابه الرئيسيه او البهو الرئيسي، بتلاقي قدامك غرفه الطراز الفاطمي. تمام. هنا بقى هفرجكم على ايه، على العجب، العجب بجد. طيب اول حاجه دي كانت غرفه الاكل بتاعه الامير عمرو ابراهيم، اللي بعد كده تحولت زي ما احنا قلنا دلوقتي الى غرفه داخل المتحف الخزف الاسلامي. بيتكلم على العصر الفاطمي او العصر الاسلامي، العصر القرن ال11. طيب دي قنبله، قنبله. خلاص، زمان كان بيتحط مواد قابله للانفجار. بصوا اهي. تمام. برضو من ضمن الحاجات المبهرة داخل قصر الأمير عمرو إبراهيم، اللي هو ابن عم الملك فاروق، دي اللي هي مائدة الطعام. طيب مائدة الطعام فيها ده زي ما تقول نافورة كده، كانت المية كانت بتعبر منها من هنا ومن هنا ومن هنا، عشان الأمير عمرو إبراهيم وهو قاعد بياكل، دي حاجة ترطب عليه وهو قاعد. طبعا كل طبق في قلب المكان هتلاقي ليه الشرح بتاعه اهو. بصوا، معلش بقى، ايوه خلاص. فكل حاجه موجوده هنا، الديسكريبشن بتاعها موجود. كمان لو احنا خرجنا من الحجره دي هتلاقي فيه حجره بيتكلم على الطراز التركي والعصر التركي. عظمه عظمه. حتى التفاصيل بتاعت السقف بصوا عامل ازاي، والفترين حاجه تحفه تحفه. طيب ده الحرامي، ده غرفة الرجالة، ودي غرفة السيدات في القصر. طبعا كل حاجة موجودة هنا هتلاقي في لافتة بتقول لك ده ايه. دي كلها خروجة مجانية بقى كده لحضراتكم. بصوا، أهم حاجة بس اللي يجي هنا يحافظ على المكان وما يلمسش أي حاجة في قلب المكان المبهر التحفة ده. طيب القصر مكون من دورين، طبعا في حديقة خلفية برضو جميلة جدا. طيب تعالوا بقى نطلع فوق بس بسرعة بسرعة جدا عشان وقت الفيديو. بصوا، اللهم بارك. ده أول ما بتطلع هنا بتخش بقى هتلاقي يعني بقى التحف من الطراز العراقي أو الخزف العراقي، وكمان ده كله إيراني.
شايفين النجف عامله ازاي؟ اكتر من 100 سنه. ده كله ايراني ايراني ايراني. تمام. طبعا عشان اقف قدام كل فاترين واشرح عايز كتير قوي. طيب تعالوا بقى كده. دي كنبه من كنب الملك، برضه حاطين بيقولك ممنوع الجلوس عليها. دي غرفه فيها طراز مختلف، ولكن دي كان الامير عمرو ابراهيم كان بيلبس فيها. فطبعا دي كانت بتعمل له ده نافوره في قلب غرفه الملابس عشان تعمل له يعني يبقى ريلاكس كده وهو قاعد وهي مبسوط. ودي دريسنج روم او غرفه الملابس، ولكن الدولاب ده مختلف شويه لان هو دولاب في القصر ده داخل الحيطه. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ بصوا الجمال. الله، تفاصيل يا جماعه، تفاصيل مبهره. بصوا الدولاب في قلب الحيطه. طيب تعالوا بقى نكمل. دي برضو حاجات او الخزف السوري. بصوا عامل ازاي في قلب القصر. بصوا السقف والتفاصيل دي كانت غرفه نوم الملك. وده شوف الكنبه عامله ازاي. الكاميرا برضو مش بتطلع كل حاجه، لازم تيجي انت هنا بنفسك وتشوف الجمال ده. بقول لك هي زياره مش هتكلفك غير تذكره المترو. طيب ده الحمام بتاع الامير عمرو ابراهيم. بصوا الحنفيات ليها اكتر من 100 سنه. بصوا عامله ازاي، بصوا الحنفيات زمان. بصوا ده المغطس او بانيو، المغطس بتاعه كان بيجي يقعد هنا. ودي قعدة الحمام والكومبرينشن في الحيطة. بصوا ايه ده، مش سايبين تفصيلة صغيرة في قلب المكان. حقيقي مكان يستحق الزيارة. وبقول لك الموضوع أقرب محطة مترو صفاء حجازي، هتيجي هنا وعلى ضمانتي هتتبسط. وطبعا لو انت محتاج حد يشرح لك، الناس موجودة ومتعاونة وهتقول لك تقسيمة المكان. وتقريبا يعني انا حكيت لك اغلب الحاجات اللي موجودة هنا.